ايه اللي حصل للطيار المصري في رحلته للسعودية؟ وايه اللي خلى المساعد بتاعه يتصرف كده ويعمل ارتباك في الطيارة؟ اتفاجئنا بخبر غريب عن الطيار المصري حسن عبد. طيار شغال في شركة سكاي فيجن، شركة مصرية كانت مطلعة رحلة عادية من مصر للسعودية لمدينة الطايف. وفي خلال الرحلة والركاب طايرين في الجو سمعوا خبر غريب جدا من مساعد قائد الطيارة. أود أن أعتذر لك عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن. المساعد بتاع الطيارة بلغ الركاب في وقتها انه هيتم تغيير خط سير الطيارة وهيبقى فيه هبوط اضطراري فجأة في مدينة جدة بدل مدينة الطايف، يعني غير مسار الرحلة كلها من مدينة الطايف لمدينة جدة. وده كان للسبب اللي هو قاله في الفيديو، انه قائد الطيارة الكابتن حسن اتوفى اثناء قيادته للطيارة دي. ولما حصلت الحالة دي المساعد بلغ فورا الركاب ان هو هينزل بالطيارة في مدينة جدة بدل مدينة الطايف. الموقف ده كان موقف غريب بالنسبة للمساعد، وموقف اول مرة يحصل تقريبا في شركات الطيران ان واحد من الطيارين يتوفى اثناء قيادته للطيارة دي اثناء الرحلة والرحلة في الجو. لانه معروف عن الطيارين وعن المساعدين اللي بيقودوا الطيارات انه بيتم فحص دوري عليهم كل 6 شهور، وده فعلا اللي كان حصل للقائد بتاع الطياره الكابتن حسن. طبعا شركه سكاي فيجن طلعت نعي للكابتن ده وذكرت في كلامها انه الكابتن الخلوق المحترم حسن المنيه اثناء تاديه عمله واثناء الرحله اللي كانت طالعه لمدينه الطايف. ده كان النعي، لكن الناس على السوشيال ميديا خدت الموضوع بشكل مختلف وبدات تناقش رد فعل مساعد الطيار. المساعد ده كان اول مره يتحط في الموقف ده، والموقف ده تحديدا وانت طاير في الجو ومسؤول عن طياره ومعاك واحد تاني مسؤول، ولقيت نفسك فجاه انت المسؤول الوحيد لانه القائد بتاعك او بتاع الطياره ما بقاش موجود معاك ولازم تاخد قرار. المساعد في الوقت ده خد القرار في ان هو يبلغ الركاب، رغم اعتراض ناس كتير على السوشيال ميديا انه ما ينفعش ان هو يبلغ الركاب بخبر زي ده لانه مش هيأثر في الرحله في حاجه، مش هيعمل حاجه اكتر من ان هو هيسبب حاله ارتباك بين الركاب. لكن القرار الصح اللي كان المفروض ياخده ان هو يخبي خبر الوفاه وما يقولش لاي حد غير لما ينزل في المطار. لكن المساعد في اللحظه دي خد قرار ان هو هيبلغ الركاب بالحاله اللي حاصله. وبعض الناس قالت انه من نبره صوته كان واثق في نفسه جدا وواثق ان هو هيعرف ينزل بالطياره. وبعد كده لما سالوا خبراء طيران قالوا انه الحالات دي ما كانتش بتحصل كتير، لكن المفروض ان الطيار والمساعد بتاعه يكونوا مدربين تدريب كامل على ان لو واحد فيهم اختفى او حصل له حاجه اثناء الطيران التاني يعرف يتصرف كويس قوي، وفي الوقت ده بينزل بالطياره بسلام عادي. لكن ما كانش مستحب ان هو يبلغ الركاب لانه ده مش هيزود من الموضوع حاجه، لكن هيزيد الجدل والارتباك جوه الطياره، وده طبعا مش مستحب خالص في الحالات دي. طبعا الله يرحم الكابتن حسن وبشهاده الشركه بتاعته وزمايله ان هو قائد محترم جدا، وكان عامل الفحوصات الطبيه المفروض يعملها قبل الرحله دي ب3 شهور عادي جدا، ودي الفحوصات الدوريه وما كانش فيه اي حاجه. لكن اللي حصل انه جاله ازمه قلبيه اثناء الرحله، والازمه القلبيه دي اتسببت في وفاته في وقتها، لكن ما كانش عنده اي مشاكل. والتصرف اللي اتصرفه المساعد كان بناء على تفكيره في وقتها انه ده التصرف المناسب وانه لازم الركاب يعرفوا، وبناء عليه نزل فعلا بالطياره في مطار جده، والطياره نزلت بسلام في المطار وما كانش فيه اي مشاكل. ومحدش فينا كان في مكان المساعد، لانه اكيد لو حد فينا كان في المكان ده كان هيبقى فيه اختلافات في الراي ما بين التصرف ان هو يبلغ الناس او ما يبلغهمش ويسيب الموضوع سر لحد ما ينزل في المطار. انا عادل مجدي، شير كتير للمعلومه دي عشان في ناس كتير كانت مفكره انه قائد الطياره اصلا كان عنده مشكله وعلى الرغم من ده ركب الطياره. واكتبي رايك في كومنت، ايه رايك في تصرف المساعد ان هو يبلغ الناس ولا الصح ان هو ما يبلغهمش ويتصرف زي ما هو شايف وينزل الطياره؟